أهلا بيكم في ليلة رعب جديدة ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، وقصة حقيقية جديدة ومن كتابتي المرة دي، فأتمنى تعجبكم. من غير مقدمات نعمل لايك وشير ونشترك في القناة عشان القناة تكبر وتكسر الدنيا. يلا خوفكم شوية بهمسات وسام. أنا اسمي هشام، عندي 32 سنة ومهندس معماري، وشغلي في القاهرة. يتيم ووحيد ومش متجوز كمان. ممكن تقولوا إني مقطوع من شجرة، ويمكن نشأتي وحيد وكمان طلاق أهلي في آخر أيامهم ده اللي خلاني مش عايز أخد الخطوة دي وأتجوز. مش عايز أعيش الفراق اللي حسيته في عيون أهلي تاني، فمركز على شغلي من الصبح لليل وبس. ماليش أي اهتمامات إلا الشغل والكارير بتاعي. أهم اتنين في حياتي هما جدي وجدتي من طرف والدي، بس هما مش عايشين جنبي في القاهرة. ياما اتحايلت عليهم إنهم ينقلوا معايا، ما أنا كده كده عايش لوحدي، بس هم مرتبطين جدا بالبلد وبأهل البلد من صحابهم وقرايبهم. فكنت بسافر لهم البلد في كل مناسبة أقضي الوقت معاهم، وفي كل مرة كنت بسافر فيها كانت جدتي تقعد تحكي لي حكايات رعب وأحداث غريبة شافتها في العمارة بتاعتهم دي، وكنت بحسها بتحكي حكايات وخلاص أو تهيؤات، لأن أنا ما كنتش بحس بأي حاجة من اللي كانت بتقولهولي. في يوم من الأيام كنت راجع من الشغل وسايق العربية بالليل وجالي اتصال زعلني جدا. ألو، أهلا، عامل إيه يا جدي؟ وحشني قوي. إيه أخبارك وأخبار جدتي؟ أنا عايز أجيلكم وأسمع قصصها المرعبة، وحشتني قوي بجد. سكت شوية وقال لي: جدتك جدتك تعيش انت يا هشام. دمعت في ساعتها ووقفت على جنبه وانهارت في العياط لأنها كانت قريبة قوي ليا. ما قدرتش أصدق إن اللي بحبهم في الدنيا قال له واحد كمان، وخلاص مش باقيلي إلا جدي. فساعتها اتصلت بمديري في الشغل وقلت له إني هاخد أجازة أسبوعين عشان عندي حالة وفاة، ونفسيتي مش هتجيب أي شغل وأنا في الحالة دي. وهو قدر موقفي لأني كنت حكيله قبل كده عن قربي لجدي وجدتي، فما اعترضش وقال لي: ولا يهمك يا هشام، خد الاجازه اللي تريحك، والمهم ترجع لنا رايق وقادر تشتغل. البقاء لله. ابقى طمنا عليك اول باول ما تنساش. يلا، مع السلامه. وأول ما قفلت معاه طلعت على الطريق الزراعي ورحت البلد على طول. عشان تكونوا متخيلين معايا موقع العمارة ملك جدي الكبير، بناها في العشرينات. هي عبارة عن دورين، كل دور فيه شقتين، شقة جدي وشقة أستاذ سامح في الدور الأرضي، وفي الدور الأول شقة عم شوقي وشقة عم ناصر. بس عم ناصر ساب الشقة من فترة ونقل في مكان تاني في المحافظة نفسها. موقع العمارة نفسه يمكن هو أسوأ حاجة فيها، لأنها اتبنت جنب سور المقابر العامة للدايرة بتاعتنا، ودي بتكون مقابر تبرعات، يعني مش مقابر متقسمة لكل عيلة زي المتعارف عليه. تقريبا اتعملت أيام واحد من الطواعين زمان، واللي اضطر الناس إنها تعمل مقابر سريعة من غير تخصيص، والأسوار اللي بتكون على مقابر العائلات، فكل قبر متساب كده مكشوف. وده السبب اللي خلى جدي يوافق إنه يخلي السكن فيها عام، مش ليه هو ولابنه بس، عشان عارف إنه مش هيستفيد من بيع الأرض ولا العمارة. أصل محدش هيستثمر فلوسه في أرض لازقة في المقابر، الناس بتخاف قوي. المهم، وصلت على الفجر ولحقت الدفنة وجهزنا للعزا اليوم اللي بعده. كان يوم كئيب جدا وتقريبا ما اتكلمتش مع حد خالص، وقلت لنفسي إني هقضي كام يوم هنا أستجمع نفسي وأفوق من الزعل اللي مالي قلبي ده. أكتر حاجة كانت شادة انتباهي إن أهل العمارة مش ودودين قوي. ساعات بسلم على حد منهم لما بشوفه ويرد السلام بتوتر يا ما يردش أصلا. بحسهم مخبيين حاجة عني، أو حاسين إني الواد المدلع اللي جاي من القاهرة، فمش بيحبوا يكلموني قوي. أكتر واحد كان ودود معايا هو عم شوقي جارنا في الدور الأول. كان يجي يسأل عليا وعايز يعرف أحوالي وبيقعد يحكي معايا، ونشرب لنا كوبايتين شاي في القهوة اللي جنب العمارة. فكنت بحس إنه إنسان جميل قوي، وشبه بقينا أصحاب، بالذات إن هو زوجته متوفية من بدري وما عندهوش ولاد، فبيكون متفرغ بالليل إننا نقعد نتسامر على القهوة. عدى كام يوم من بعد وفاة جدتي،
وفي يوم كان فيه مطر ورعد شديد قوي، كنت قاعد في أوضتي وفجأة سمعت خبطة غريبة من على شباك المنور. شباك المنور اللي كان باين من أوضتي. أنا أوضتي فيها بلكونة وفيها شباك مطل على المنور اللي في نص العمارة. المهم ما لقيتش حاجة، قلت دي تلاقيها حاجة اتحدفت من حد وهو مش واخد باله ولا حاجة. شوية كده وسمعت تخبيطة على الإزاز بتاعة شباك المنور. قلت هو في إيه؟ هي حكايات جدتي هتطلع صح ولا إيه؟ رحت فتحت الشباك المرة دي بس المطر كان قوي. قعدت أبص حواليا ما لقيتش حاجة خالص. قفلت الشباك بس وأنا بقفله بصيت فوق ناحية شقة عم ناصر ولقيت زي نور خفيف كده، تحسه نار مش نور. فجريت على جدي وخبطت على اوضته عشان اقول له نطلع نشوف فيه ايه، بس ما ردش عليا، تقريبا كان نايم ساعتها. طلعت بسرعة لفوق وقعدت اخبط على الباب بس نسيت ان محدش جوه. خبطت على عم شوقي اللي في الشقة اللي قدام شقة عم ناصر وفتح لي الباب. فقلت له انا شفت النار في الشقة دي، لازم نكسر الباب يا عم شوقي. ما تشغلش بالك يا ابني، كده كده النار دي بنشوفها كل يوم وشوية وهتختفي، ما تقلقش. ايه؟ صدمني من هدوءه وتعامله مع الموقف بالبرود ده. قلت له يعني ايه نار بتظهر كل كام يوم في الشقة وملهاش سبب؟ انزل انت نام يا هشام وانا بكرة احكي لك. دخل شقته وقفل الباب وانا نزلت ورحت اوضتي وكنت مش مصدق اللي شفته لما بصيت ناحية الشباك، وفعلا النار راحت. فضلت فترة مبحلق ناحية شباك الشقة دي ومذهول من اللي حصل. رحت انام وانا كل تفكيري ان كلام جدتي يمكن يكون صح بقى، وانها كانت فعلا بتشوف الحاجات دي. من الحكايات انها بتسمع صوت خطوات كتير في المنور نفسه، وانها بتشوف خيالات بتتحرك ناحية الشباك. نمت من التفكير ليلتها مش لاني عايز انام، جسمي فصل من التوتر والخوف. اليوم اللي بعده على الفطار قلت لجدي على اللي حصل، وساعتها هو قال لي مش عارف يا ابني، أنا برضو بسمع ساعات حاجات غريبة، بس زي ما تقول مع الوقت بطلت أخاف أو أديها انتباه. يمكن الحاجات دي بتتغذى على خوفك وبتزيد لو اديتها اهتمامك. حاول تطنش وما تركزش. قلت له بس يا جدي امبارح أنا شفت نار في بيت عم ناصر. دي الحاجة الوحيدة اللي ما شفتهاش قبل كده، ويمكن تكون برضو خيالات من عقلك الباطن يا ابني. بس عم شوقي عارف موضوع النار ده وهو متعايش عادي برضو معاه. شوقي ده زي جدتك، كان يقعد يتخيل حاجات ويقولها. بصراحة حسدت جدي ساعتها على هدوءه وإنه مش بيخلي الحاجات دي تدخل في تفكيره ومتعايش عادي معاها. قرب المغرب كده قابلت عم شوقي على القهوة وقال لي العمارة مليانة حاجات غريبة يا ابني، مليانة حاجات غريبة من النوع ده اللي انت شفته امبارح ده، لدرجة اننا بالليل ما بقيناش عارفين ايه الحقيقة وايه الخيال. واحنا كلنا زي ما انت شايف كبار في السن وما عندناش القدرة اننا ننقل لشقة ايجار عشان دخلنا ما يسمحش. في نفس الوقت سعر شقة لازقة في المقابر اكيد هيكون في الارض، ده لو لقينا لها مشتري اصلا. فحاول يا هشام تتعود على الحاجات دي بس الكام يوم دول اللي باقيين لك هنا، وهترتاح من كل ده لما ترجع القاهرة يا ابني. لا يا عم شوقي، أنا ما يرضنيش إن أسيبكم في العمارة دي. طيب ما تيجي نفكر، الأحداث دي بدأت إمتى بالظبط؟ من كام سنة كده؟ والله ما فاكر. فما طلعتش بحاجة من كلامي مع عم شوقي. فبعدها روحت البيت ويومها قعدت على مكتبي بالليل أكتب شوية أفكار جاتلي يمكن أربط الأحداث ببعض. وفجأة سمعت صوت ناحية البلكونة. لسه بقوم عشان أبص فيه إيه، لقيت بنت ماشية على سور البلكونة. أيوة، بنت ماشية على سور البلكونة بس ملامحها مش باينة، وقعدت على السور وبتحرك رجليها لبره وهي مدياني ظهرها. اترعبت، إزاي جت هنا؟
وإزاي مشيت على السور. وبعدها حاولت أقرب بالراحة للبلكونة عشان ما أخضهاش، عشان ما أخضهاش وتقع. وفجأة ضحكت ضحكة عالية قوي زي ما تكون ملبوسة ورمت نفسها. طلعت أجري وفتحت البلكونة وبصيت تحت بس ما لقيتش حاجة. قلبي كان هيقف من الخضة. رجعت الأوضة تاني وقعدت على المكتب، ووقعت على الأرض من الرعب لما لقيت إن مكتوب على الكشكول اللي كنت بكتب فيه جملة امشي يا هشام، بخط كأنه من الدم ومقطع. جريت على جدي وخبطت على بابه بس هو نايم برضه. ما بحبش أزعجه، بالذات إنه كان منبهني ما اديش للي بيحصل أي اهتمام. فقلت أنا هنام الليلة دي بس في الصالة، وشغلت التلفزيون يعمل لي أي صوت، عشان أنا كنت في قمة الرعب الليلة دي. ومفيش دقايق ورحت في النوم على الكنبة. صحيت على الساعة 2 الفجر على صويت مرات أستاذ سامح اللي في الشقة اللي قدامنا. طلعت جري أشوف فيه إيه. خبطت كتير على الباب، وبعد كام دقيقة تخبيط فتحت لي مراته، وأول ما شافتني رزعت الباب في وشي وقالت بصوت عالي كفاية بقى، كفاية، امشي. ما فهمتش هي بتقول لي امشي ليه، فقلت لها محتاجين مساعدة في أي حاجة؟ بنتي هتموت، بنتي هتموت. سكت شوية مش مستوعب هي تقصد إيه، فقلت لها بنتك تعبانة محتاجة مساعدة؟ طيب أتصل بالإسعاف؟ مفيش رد، والأنوار اتقفلت، ففهمت إنها مش عايزة مني مساعدة. رجعت الشقة تاني ورجعت أنام على الكنبة تاني، ومعايا الكشكول اللي هوريه لجدي الصبح عشان يصدق إن الموضوع أكبر من مجرد خيالات لو تجاهلناها هتروح. صحيت اليوم اللي بعده وعلى الفطار حبيت أوري لجدي الكتابة. بفتح الكشكول بس لقيته فاضي، مفهوش حتى الكتابة اللي أنا كنت كاتبها بإيدي. ما كنتش عارف أنطق، وجدي قال لي في إيه يا هشام؟ في إيه؟ عايز توريني إيه؟ أنا مش فاهم. اليوم ده أنا قضيته كله على القهوة مش عارف أعمل إيه. أرجع أعيش لي كام يوم كمان في العمارة دي ولا أخد حاجتي وأمشي؟ كده كده الناس اللي عايشين فيها متعودين على اللي بيحصل، إنما أنا مش عارف أتعايش مع كمية الظواهر الغريبة اللي ملهاش أي تفسير دي. وفجأة لقيت عربية جاية أول مرة أشوفها، وقفت قدام العمارة. طلع منها عم ناصر، فجريت عليه عشان أسأله على شقته. أول ما شافني حاول يتجنبني زي أستاذ سامح وعيلته، بس قلت له لو سمحت ممكن أتكلم معاك شوية؟ بس انجز، أنا عايز أخد حاجة من الشقة وماشي، كده كده مش قاعد فيها. قلت له يا عم ناصر، أنا كل يومين كده أشوف نار جوه شقتك وبتروح تاني من غير أي سبب. دمع فجأة، فضل يبص لشقته شوية من تحت، وبعد فترة صمت وهو بيحاول يمسك دموعه قال سمية بنتي مسكت فيها النار فجأة. في يوم كنا قاعدين عادي، هي دخلت المطبخ، فجأة سمعناها بتصرخ، فروحنا نشوفها لقيناها وانفجر في العياط. ركب عربيته وما استحملش الذكرى دي ومشي. أنا كنت متدمر من جوايا، ولا عارف أفكر ولا عارف أتحرك حتى. فعلا النار كانت ما بتظهرش إلا في شباك المطبخ المطل على منور العمارة. مش يمكن ده سبب بداية كل الأحداث دي؟ وفجأة جت في بالي فكرة تانية. مش يمكن دي البنت اللي شفتها في البلكونة وروحها هي اللي ساكنة العمارة وبتسبب كل الرعب ده للناس؟ كمان جت في بالي فكرة أبشع. مش يمكن روح بنت عم ناصر عايزة تأذي بنت أستاذ سامح؟ عشان كده امبارح مرات أستاذ سامح كانت بتقول لي بنتي هتموت. رحت أخبط على أستاذ سامح وبنته ردت عليا من ورا الباب وقالت لي بابا مش موجود دلوقتي. أقول له مين عايزه؟ جاركم هشام، حفيد الحاج جعفر. مردتش عليا، بس وأنا ماشي سمعت صوت مامتها بتزعق لها وبتقول لها اوعي تردي على حد، مش كفاية انك امبارح كنت هتفتحي للعفريتة اللي بتطاردك دي. اتخضيت من كلامها، بالذات ان كده توقعاتي طلعت صح. بس الغريب ان انا ما كنتش بشوف استاذ سامح كتير، وكمان كل ما اشوفه بيكون مش على بعضه.
وتحسه خايف من حاجة زيادة عن باقي السكان، وده اللي خلاني محتاج أشوفه وأتكلم معاه وأفهم قلقه الزيادة ده. في اليوم ده عم شوقي منزلش يقعد معايا زي عادته، فروحت أنا أطمن عليه. طلعت لشقته وخبطت على الباب، وفضلت واقف شوية وسمعت صوت غريب جوه، زي ما يكون نواح أو حد بيعيط بحرقة. عم شوقي، انت جوه؟ وأول ما قلت كده الصوت وقف، وسمعت تخبيط جوه الشقة. التخبيط بيعلى والصوت بيبقى أقوى، وفجأة برضه الصوت سكت وطلع صوت شيطاني من جوه بيقول لي امشي. وقعت على الأرض من الخضة ونزلت جري للشقة وقفلت الباب ورايا جامد. رحت أوضتي واتغطيت من الصدمة وكنت هموت من الخوف. وقلت لنفسي خلاص أنا همشي، مش هستحمل ليلة كمان في العمارة المنيلة دي. ولما جه المغرب قلت أنزل أجيب حاجات من الكشك اللي تحت عشان الطريق، لأني خلاص أخدت القرار إني مش قاعد لبكرة فيها. وقعدت على القهوة شوية، سمعت 2 في الترابيزة اللي جنبي بيتكلموا عن أعمال بيلاقوها في المقابر، ومش عارفين إزاي الأعمال دي بتتحط في المقابر، لأنهم شغالين حراس في المقابر دي، وهيتجننوا ويعرفوا الدجال اللي بيعمل الأعمال دي إزاي بيعرف يدخل المقبرة وهم 24 ساعة مراقبينها، والمقابر ملهاش إلا باب واحد ومتحوط بسور عالي من باقي الأطراف. شوية ولقيت أستاذ سامح راجع بيته، وكالعادة بيتلفت حواليه كأنه عامل عملة ومتوتر. جريت عليه أسأله على العمارة والموقف اللي حصل لبنته، لأني خلاص زهقت من إني بتكلم مع الناس دي بالراحة وبالذوق. قلت له أنت ليه بتعاملني كده؟ وبنتك هتفضل لحد إمتى عارف إن حياتها في خطر وإنت ساكت ومش بتطلب مساعدة من حد؟ الراجل أول ما أنا خلصت كلامي نزل على الأرض بيترجاني. أرجوك قول له ما يأذيش بنتي، أرجوك قول له ما يأذينيش ولا يأذي بنتي. هعمل له اللي هو عايزه وهجيب له الفلوس، والله هجيب له الفلوس، بس أقول له ما يأذينيش ويديني شوية وقت كمان. أرجوك يا هشام. وقام جري دخل شقته وقفل الباب. هزني جامد من جوايا، ورعبي خلاني حاسس إن قلبي هيقف من الخوف. أول حاجة جت في بالي هو مين اللي أنا أقول له، وليه أنا اللي أقول له؟ أنا مش عارف هو بيتكلم عن مين أصلا ساعتها. رجعت في كلامي وقلت لا، أنا مش هسافر النهاردة، أنا هموت وأعرف مين اللي مخوف أستاذ سامح بالشكل ده. نمت الليلة دي من كتر التفكير، واليوم اللي بعده صحيت على صويت ناس في العمارة. طلعت أشوف فيه إيه. قالوا لي عم شوقي لقوه مقتول في شقته. طلعت جري على فوق، ولما دخلت لقيت شقته ما فيهاش أي حتة عفش، وأوضته متبهدلة بدمه، مات بطريقة بشعة مش آدمية خالص. بكيت قوي في مكاني وما كنتش مصدق إن تقريبا امبارح لما رحت له والأصوات اللي سمعتها والتخبيط ده كان وقت موته. طيب ليه يا عم شوقي، وليه الطريقة البشعة دي؟ نزلت أقول لجدي بس ما لقيتش جدي. ساعتها قعدت أدور عليه في كل حتة، ما لقيتهوش. لقيت أوضة المكتب بتاعته مفتوحة. جدي كان ليه أوضة مكتب في الشقة بيحب يقرأ فيها ويقضي معظم وقته فيها. أنا ما كنتش برتاح للأوضة دي لأن كلها خشب في خشب ومكتبات عالية كلها كتب، فمن صغري ببعد عنها، بالذات إن جدي كان بيحب يدخل الأوضة دي عشان ينعزل عن الدوشة. فاضطريت أدخل الأوضة دي يومها، وأول ما دخلت إحساس عدم الراحة سيطر عليا، وبقيت حاسس إني عايز أطلع من الأوضة على طول. الكتب كانت في كل حتة على الأرض ومش متروقة خالص. وأنا بدور لقيت جدي دخل الأوضة وقال لي أنت بتعمل إيه هنا يا هشام؟ أنا كنت بدور عليك عشان أقولك إن عم شوقي اتوفى، بس طريقة وفاته غريبة أوي يا جدي. الله يرحمه، كان راجل كويس أوي. رحنا مع بعض بعدها الدفنة وعملنا له عزا، وأنا برضو كنت في قمة حزني لأن الراجل ده كان قريب أوي ليا في الفترة اللي قضيتها هناك. وأنا واقف في العزا لقيت اللي جنبي بيقول لي الله يرحمه،
كان بيحبك أوي. جدتك الله يرحمها وصيته عليك قبل ما تموت، وانت كنت أقرب حد ليه بعد وفاة بنته. اتصدمت وحزني اتقلب رعب. قلت له: هو كان عنده بنت؟ أمال ما حكاليش ليه؟ موضوع بنته كان حساس شوية، بالذات إنها خلصت على نفسها بنفسها من البلكونة. إيه؟ قلبي كان هيقف لما ربطت إن البنت اللي شفتها دي كانت بنت شوقي مش ناصر. يعني كده في حالتين وفيات غريبة لبنات ناس من سكان العمارة. قلت: لا، الموضوع ده زاد عن حده، سحر وموت وأعمال في مقابر. للأسف لما جيت أربط الأحداث في بعضها لقيت إن الوحيد اللي ما حصلوش أي حاجة في العمارة هو جدي. الليلة دي قلت لنفسي إني أفتش في أوضة المكتب بتاعت جدي لما ينام، وفعلا بالليل أول ما نام رحت بالراحة دخلت أوضة المكتب، وبالكشاف بتاعي فضلت أدور في ركن جوه الأوضة، وقرب زاوية من الزوايا صوت الأرضية لما دوست عليها طلع زي صوت أرضية خشب تحت السجادة، مع إن الأوضة كلها كانت بلاط عادي. شلت السجادة واترعبت لما لقيت باب سرداب. فتحت الباب ولقيته فعلا سرداب ونفق طويل من تحت العمارة مودي للمقابر. أنا خلاص كنت هنهار من الخوف. نزلت وفي نص الطريق لقيت زي أوضة تانية صغيرة معمولة تحت الأرض فيها شموع وأعضاء حيوانات متقطعة، ومكان فيه زي طلاسم، ولقيت كمان النجمة بتاعت السحر ورموز وأرقام على جدران السرداب كله. استوعبت خلاص إن جدي طلع هو الدجال بتاع القرية كلها، وكنت مصدوم جدا لما لقيت دفتر كاتب فيه الأعمال اللي عملها للناس، وكاتب فيه إن سامح لو ما جابش باقي الفلوس بنته هتبقى الضحية. ولقيته كاتب في سطر: زوجتي حبيبتي، أنا آسف لكن انت بقيتي عارفة أكتر من اللازم. ولقيت فيه زي دموع ناشفة على الصفحة دي. كان هيغمى عليا، واللي رعبني أكتر إني سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح. جدي عرف إني في السرداب وجري على السرداب ونزل ولقاني تحت. ليه كده يا هشام يا ابني؟ أنا كنت بحبك أوي. وكان بيتكلم بصيغة الماضي كأني خلاص هتقتل دلوقتي. قلت له: ليه يا جدي؟ ده انت آخر شخص بقيلي من حبايبي، ليه تطلع وحش قوي كده وأذيت جدتي ليه؟ جدتك فضولها وصلها للأوضة دي زيك كده وما كانتش هتسكت، اضطريت أعمل كده. وشوقي عمل لك إيه؟ شوقي غبي، يا ما حذرته يبعد عنك وما تابش من قرصة الودن اللي اديتها له زمان. قرصة ودن؟ عملت عمل لبنته وتقول لي قرصة ودن؟ انت مش إنسان، أنا لازم أبلغ عنك. وفجأة لقيته بدأ يتمتم بكلام مش مفهوم، وحسيت إني بدأت أدوخ وهو بيقرب مني وفي إيده خنجر. قبل ما يغمى عليا جريت باللي باقي من قوتي ناحيته وزقيته بكتفي جامد فوقع لورا وخبط راسه في حيطة السرداب ووقع في مكانه، وأنا وقعت كمان تقريبا أغمى عليه. بس أول ما سكت وبطل تمتمة قوتي بدأت ترجع لي تدريجيا. استغليت الفرصة دي وطلعت جري، خدت العربية وجريت على أقرب نقطة بوليس، بلغتهم ورجعوا معايا للبيت ونزلنا الاسترداب. بس جدي ما كانش موجود، اختفى خالص. بس الباب اللي ناحية المقابر كان مفتوح. البوليس قفلوا العمارة دي بعدها عشان مليانة أدلة وأحداث غريبة، وادوا السكان الباقيين شقق في المحافظة بالتقسيط المريح. بس قبضوا على أستاذ سامح عشان كان متورط في الموضوع، واعترف إنه هو اللي راح لجدي عشان يعمل عمل لعم ناصر عشان كان بينهم خلافات كتير، وعشان كده روح بنت عم ناصر هي اللي كانت بتطارد بنت أستاذ سامح، وإن جدي يزود الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل لسامح أكتر لما اتأخر في دفع الفلوس اللي عليه. لكن محدش يعرف إيه اللي عم شوقي الله يرحمه عمله عشان جدي يعاقبه بموضوع بنته. والغريب في الموضوع إنهم ما لقوش جدي لحد دلوقتي. على العموم
أنا رجعت القاهرة تاني، ورجعت لشغلي وحطيت كل وقتي فيه كالعادة. بس المرة دي أنا بقيت وحيد تماماً. بس مش بتغيب عن بالي فكرة إن جدي لولا إنه بيحبني كان زمانه خلص عليا أنا كمان، ويمكن عشان كده عمل سحر لعم شوقي وخلاه يموت. لحد ما في يوم من الأيام رجعت البيت وحطيت حاجتي ورحت أغير عشان أرتاح. وأول ما طلعت من الحمام دخلت أوضتي عشان أنام. بس لقيت إن مكتوب فوق السرير على الحيطة جملة مكتوبة بالدم: مش هسيبك. فعرفت إن جدي ناويلي على شر.